حسن بيفاجئني انا شخصيا للمره الثالثه ازاي قدر يعمل قدره دفاعيه للمنتخب. مش مجرد ان احنا واقفين بس راكنين نفسنا ورا، لا عاملين تقاطع بين الاثنين. 6 مهند لاشين ثالث لعيب في المباراه. هايل 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 يا مهند، رائع رائع. مباراه كبيره كبيره جدا لمهند اللي كان فيه امكانيه يجيب هدف بالمناسبه في الكره اللي اتقطعت من رايا وحطها هو، كانت عايزه باور سنه ازيد عشان تروح من وراه، راحت سهله في ايده قبل المرمى. هايل يا مهند، ماتش كبير جدا، احسن من مروان من وجهه نظري على مستوى اللعب بالكوره والصعود، بيلعب لقدام اكتر، بيلعب كرات قطعيه اكتر من العرضيه. هايل يا مهند، لعيب كبير جدا من ايام كيروتش، والراجل ده حاطط رجله في الملعب بيقول للناس انا لعيب كبير، ما بلعبش اهلي وزمالك، انا بلعب في بيراميدز، لكن 5 6 سنين الراجل رجليه في الملعب بنفس الليفل بنفس المينيمم من الاداء. هايل يا مهند، ماتش كبير جدا لغايه الثواني الاخيره، كفرنج هو ومروان وتقاطع في البينيات ولا احلى فيما عدا ال5 دقائق الاولى من الشوط الثاني. القدره على ان انا ارجع على الخط ال18 في العرضيات، اخد اللي بيطلع لورا من العرضيات اللي بتتلعب للمنتخب الاسباني. المباراه كانت صعبه جدا، مباراه مش سهله جدا، مش قادر افهم ازاي مطلع حد محلل يتكلم في مباراه زي كده بان مباراه عاديه وكان ممكن نبقى احسن. نبقى احسن بانو كواليتي وبانو لعيبه وبانو فرقه معاك. انت بتتكلم على لعيبه تلعب في دوري ضعيف، دوري هزلي، الدوري المصري تنتقي منهم عدد لاعبين عندهم الاساسيات من كره القدم وبتستفيد منهم مع محترف ولا اتنين. حمدي فتحي ولا اروع، مباراه برضه هو الاخر للتاريخ، افضل بكتير من اي اختيار تاني على عكس كل اللي بيتقال من اي محلل، رضا عبد العال ولا غيره من الهبيده. الحقيقه هايل حمدي فتحي. حسام عبد المنعم ما كانش هيستحمل الضغط ده وسرعه الاداء من البساط المنتخب الاسباني. مش عايز اطول اكتر من كده، ولكن ماتش كبير جدا 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 للمنتخب المصري، نرجع له زي ماتشات كاس العالم للقارات مع المنتخب الايطالي والمنتخب البرازيلي، وعندنا وديه المنتخب البرازيلي كمان شهر ان شاء الله او شهرين. الحقيقه حسام حسن بيفاجئني على المستوى التكتيكي للمره الثالثه بعد بطوله افريقيا، ان هو يقدر يعمل حاجه في الكوره، مش مجرد الحماس والروح والزعيق والكلام ده كله، لا انا مركز مع التفاصيل، لا انا واخد بالي كويس جدا من الامكانيات الفرقه اللي قدامي، وازاي انا هقدر ان انا اعمل حتى خطوره هجوميه. وشوف ده في كوره مرموش اللي كان محتاج سنه ياخد كوره سنه اسرع من اسلام عيسى ومن امام في الشوط الاول، اللي في مستوى كارثي هو وحدث ولا حرج عن زيزو اللي كان افضل فقط من الناحيه الدفاعيه.